السلام عليكم حبايب قلبي، اخبار حضراتكم ايه؟ يا رب باذن الله تكونوا بالف خير. النهارده يا غاليين باذن الله هنعمل مع بعض كفته الرز، وباذن الله هتعجب حضراتكم وبتعجبنا كلنا. هنقول بقى المقادير بتاعتنا. انا عندي هنا كفته الرز، طبعا انا عملتها كيلو الا ربع رز، عليه كيلو ونص لحمه، عليه حزمتين كزبره وشبت، وعليه بصلايه متوسطه، وحوالي مثلا بتاع 7 8 فصوص توم، ومش حاطه اي بهارات. عندي كمان هنا حوالي ربع كيلو بطاطس انا مقطعاه مكعبات. البطاطس بتاخد طعم حلو قوي من الكفته لما بتستوي. عندي كمان هنا كيلو طماطم انا ضرباه في الخلاط ومصفياه وحاطه معاه معلقه بابريكا. عندي فصين توم، وعندي قرنين فلفل يعني بيدوا طعم حلو، قلبين ماجي وفلفل اسمر. انا مش هحط اي بهارات ولا توابل تاني. وطبعا عندي البصلايه انا فرماها. اول حاجه هبدا اعملها، هنصبع مع بعض الكفته وبعد كده هنحمرها. نبدا الاول، بس انا هقول لكم الحجم بتاع صباع الكفته انا بصبعه قد ايه. انا بدهن ايدي كده دهنه بسيطه بس يا غاليين كده زيت اهي، وبقطع بقى الكفته. طبعا لما بتبقى اللحمه بتاعتها كتير بتبقى الصباع بتاع الكفته والطعم كمان بيبقى حلو قوي. هبدا بقى كده الفها بايدي الاول، اعملها كوره كده واعملها صابع. لا انا عايزه الصابع يبقى كبير قوي ولا رفنع قوي، يعني الصابع يبقى حلو. انا بحبه بصراحه بيبقى مليان شويه كده، بيبقى طعمه حلو قوي. بصوا يا غاليين الحجم ده حلو قوي كده. ايه رايكم؟ ولو عايزين نرفعها عن كده برضو بتبقى حلو. هكمل انا بقى صوابع الكفته عشان ما اطولش على حضراتكم وارجع لكم تاني. حبايب قلبي غاليين، احنا كده صبعنا الكفته بتاعتنا وعملت كمان كام كوره معاها كده، ويلا نسمي بسم الله بقى كده ونروح على البوتاجاز ونحمرها مع بعض. انا حطيت كده يا غاليين الزيت اهو كده ما شاء الله قدح اهو. يلا بقى نسمي بسم الله. شايفين حجم الصباع لما بيبقى كده بتبقى حلوه قوي، لما بتستوي تحس بطعم اللحمه فيها اكتر. ايه رايكم بقى يا غاليين كده؟ هنحمرها وهوري لحضراتكم لما نحمرها. مش عايزين نحمرها برضو زياده عن اللزوم. حبايب قلبي شايفين اللون بتاعها حلو قوي كده. نطفي بقى عليها ويلا نشوف هنعمل ايه. حبايب قلبي انا حطيت السمنه بتاعتنا ساحت اهي. هبدا بقى احط البصلايه الحلوه بتاعتنا دي، هتطلع طبعا البصلايه قوي كده بتدي طعم حلو قوي. اقلبها بس تقلبتين. طبعا انا قلت للغاليين ان انا مش هحط غير فلفل اسمر بس انا هحط، عشان انا طبعا لما عملت الكفته ما حطيتلهاش اي بهارات. هحط بس مع البصلايه شويه كمون وشويه كزبره. بس انا بس منتظرها بس تصفر، يعني تحمر شويه الاول قبل ما احط البهارات. بصوا حبايب قلبي احمرت اهي معانا، يعني ما احمرتش قوي يعني. هكمل بقى كده واحط بقى الفلفل بالثوم بالمعلقه، نص معلقه الكمون ونص معلقه كزبره ناشفه. مش هحط بقى الفلفل الاسمر دلوقتي. هقلبها بس تقلبتين حلوين كده، يعني البصلايه كده بس تاخد من ريحه الثوم الصلصه بتاعتنا. وعلى الناحيه الثانيه انا قلت اعمل شويه رز كده بشعريه معاهم. يلا نسمي بسم الله وارجع لكم تاني يا غاليين. حبايب قلبي هي حلوه قوي كده. حط بقى قلبين الماجي بتاعنا دول بيدوها طعم حلو قوي، واللي مش حابب مفيش اي مشكله. بس انا مش هحط بقى الطماطم غير لما اقلبهم بس كده. ده بقى نحط شويه الفلفل الاسمر بتوعنا، عشان احنا هنحط الطماطم بقى بتاعتنا نسمي بسم الله كده بقى ونحط الطماطم. حلو قوي كده يا غاليين. بس حطينا طماطم زي ما اتفقنا، حطينا طماطم يبقى لازم نحط لازم نحط شويه سكر. حط بقى يا غاليين كده نص معلقه سكر كده، او المعلقه تحت الشاي، يعني بتدي طعم حلو قوي. هسمي بسم الله بقى كده، هسيبها بس تتسبك شويه وبعدين نحط لها البطاطس وارجع. اما اجي احط البطاطس هرجع لحضراتكم. حبايب قلبي حلوه قوي يا غاليين كده الطماطم. نبدا بقى نحط البطاطس بتاعتنا. هسمي بسم الله كده. انا حطيتها طبعا هنا كده عشان ما تطرطش مننا. بس حط بقى شويه البطاطس الحلوين دول ياخدوا بس غلوتين، لان الكفته حبايبي المفروض ما تغليش، يعني غلوه واحده بس ونطفي عليها. هسيب بقى البطاطس تستوي مع الطماطم وبعد كده نرجع نحط الكفته. بصوا حبايب قلبي ما شاء الله البطاطس كده تحفه، حلوه قوي قوي قوي. التسبيكه بتاعتها كده جميله. هسمي بسم الله بقى كده وابدا بقى احط الكفته بتاعتي بالراحه بس كده عشان اوطي بس عليها اهي. هتاخد بقى البطاطس من طعم الكفته، والكفته مش هديها غير غلوتين. طبعا انا قلت لحضراتكم الكميه اللي انا عاملاها، بس طبعا انا ما عملتهاش كلها، يعني دي مش كميه اللحمه بالرز. انا شلت كيس تاني في الفريزر اعمله مره كمان.
عرفتوا ليه بقى انا بقول لكم انا بعمل معاها بطاطس؟ يعني ادينا استغليناها وعملنا كيس لمره تانية. بذمتكم مش احسن ما نعملها كلها مره واحده؟ ايه رايكم؟ كميه حلوه اهي مع شويه البطاطس يا ولاد. طبعا انا سيبها بقى تاخد غلوه كده، غلوه واحده. ايه رايكم بقى في الجو؟ وما شاء الله هتلاقوها ماسكه، مش ان هي تتهري، بس هسيبها بس تاخد غلوه وارجع لكم تاني. حبيب قلبي يا غاليين، ايه رايكم؟ انا طفيت كده على الكفته، وايه رايكم ما شاء الله في الكميه الحلوه دي؟ ووفرنا اهوت، شيلنا كيس للمره اللي جايه. ايه رايكم؟ السوا بتاعها رهيب، وكفته على فكره يا ولاد حلوه قوي قوي، وسواها بسم الله ما شاء الله. انا بس عايزه اوريكم واحده، بصوا حبايبي ما شاء الله، يعني مش ان هي اتهرت، لا وسواها حلو، وبرده مش ان هي مستويه قوي ولا ناشفه قوي. بصوا سواها جميل ازاي. وايه رايكم بقى في شويه الرز اللي احنا عملناهم بالشعريه دولت؟ يلا نغرب بقى ونشوف اللوك النهائي. ايه رايكم يا غاليين كده لما خلصنا؟ بصوا بسم الله ما شاء الله، طبق كفته، كفته جميله ازاي، والبطاطس ما شاء الله واخده من طعم الكفته، طعمها حلو قوي. وعملنا مع بعض شويه رز بشعريه، وانا هنا كنت عامله كول سلو، هو ملوش علاقه بالاكل يعني، هو المفروض نحط بتنجان مخلل، سلطه خضراء، بس احنا حطيناها عندنا. بتمنى يا رب ان الوصفه البسيطه دي تعجب حضراتكم، واشوفكم يا غاليين باذن الله في فيديو جديد. وقبل ما انهي الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم كل جديد. اسيبكم يا حبايب قلبي في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.